السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. ناس كتير بتسأل فيه، وهو إيه هي المهارات اللي المفروض تكون عندي وأنا رايح انترفيو. أولا الانترفيو الخاص بشغل البروجرامينج أو شغل الويب عموما مختلف عن الانترفيوز اللي انت ممكن تشوفها في اي شركات تانية. يعني مثلا انا ناس كتير بتسألني يا باشمهندس، هو احنا لازم يبقى معانا شهادات كتير واحنا رايحين شركات؟ اكيد الشهادات طبعا مهمة، ولكن مجالنا عامل زي مجال الطب كده. ما ينفعش تبقى دكتور شاطر لمجرد انك معاك شهادة. ما ينفعش تبقى مبرمج شاطر لمجرد ان انت معاك شهادة attendance او شهادة حضور كورس معين من اي مكان، ايا كان المكان ده كبير صغير. فاول حاجة انت لما بتروح شركة، تتقدم في شركة، في الانترفيو زي ما قلت لكم كده، شهاداتكم مش مهمة للدرجة القصوى اللي انتوا متخيلينها، الشهادات التريننج او الكورسات اللي انتوا بتاخدوها. لان احنا في مجالنا، انت بتقول مثلا انا اعرف ويب، انا اعرف بي اتش بي، انا اعرف اتش تي ام ال، انا اعرف سي اس اس. فانا مش هاجي اقول لك انت معاك شهاده يبقى انت كده تمام. لا، في الانترفيوز بتاعتنا في حاجه اسمها تكنيكال تيست. تكنيكال تيست او اختبار تقني. انت بتقول انك عارف، طب وريني بقى انك بتعرف. فده يتعمل ازاي؟ يتعمل عن طريق ان بيعمل لك امتحان ويدي لك ديدلاين ليه. في بعض الشركات بيبقى التست ده جوه الشركه في الانترفيو نفسه، وفي بعض الشركات التست ده بيبقى في بيتك. يعني ايه في بيتك؟ يعني مثلا يدي لك تاسك، يقول لك خد التاسك الفلانيه وانت مطالب انك تخلصها في ديدلاين مثلا يومين، مطالب انك تخلصها قدامك 4 ايام، على حسب التاسك اللي هو مديها لك، علشان يشوف انت هتقدر تنجز التاسك دي في وقت قد ايه. لذلك انا بقول لكم الاهم من انك تكون مهتم بانك تجمع شهادات، الاهم انك تكون عارف محتوى الشهاده دي. فزي ما قلت لكم كده، في مجالنا الشهادات هي مش كل حاجه. ممكن تبقى مهمه، ولكن مش مهمه الدرجه اللي انتم متخيلينها. اللي يهمني قوي في الشركه وانت جاي تتقدم علشان تشتغل عندي في الشركه دي، انك تكون عارف اللي انت بتقول انك معاك شهاده فيه. وعلى فكرة في ناس ممكن تكون جاية من غير شهادة، وهي عارفة اتعلمت مثلا عن طريق اليوتيوب مثلا، زي ما احنا بنعمل كده. فأنا أعرف الحاجة الفلانية، طب خد يا سيدي التكنيكال تيست ده، لقيه تمام وخلصه وأنجزه في وقت قياسي، خلاص أنا هاخد ده ولا هاخد اللي معاه شهادة ومش عارف يعمل حاجة؟ لا طبعا هاخد ده. برضو في ناس كتير بتسألني، طب انا مش خريج حاجة ليها علاقة بالكمبيوتر، انا مش خريج حاسبات، انا مش خريج كمبيوتر ساينس، انا مش خريج هندسة، هل المجال مفتوح ليا؟ طبعا المجال مفتوح ليك، لان زي ما قلت لكم احنا في مجالنا الشهادات مش هي الاساس. الاساس وهو ان الشخص ده يكون شاطر في اللغة، الشخص ده شاطر في الحاجة اللي بيعملها. فلو انت شاطر في الحاجة اللي بتعملها هتقدر تشتغل بكل سهولة. دي ملحوظة مهمة أنا كنت عايز أقول عليها وأنوه عنها. أنا برضو هكلمكم في فيديوهات تانية عن إيه برضو المهارات اللي لازم تكون عندك جوه الانترفيو. أنا بس بتكلم النهاردة على أول حاجة لازم تكون عارفها قبل المهارات دي، وهي إنك لازم تكون شاطر في الحاجة اللي أنت رايح تقول إن أنا عايز أشتغل بيها، مش مجرد إنك معاك شهادة. لو حد عنده اي سؤال وحد حابب يطرح مواضيع نتكلمها في التكنولوجي توكس بتاعتنا، اكتبوا لي ده في الكومنتس، وانا دايما هكون موجود واتابع معاكم ونتكلم في الحاجات اللي تهمكم والحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوا معلومات اكتر عنها. ولسه هكمل معاكم برضو سلسلة المهارات اللي انت لازم تكون عارفها في انترفيو وانت رايح تشتغل بروجرامينج. تابعوا معايا الفيديوهات دي، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. كنت أنا معاكم أمير فاروق، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.